حقيقة القانون الدولي، رغم أن القانون الدولي وضع لتنظيم يعني العلاقات بين الشعوب وبين الأمم، ولكن كل ما يقوم به بداية الاحتلال هو مخالف للقانون الدولي، وكل سلوكيات وما يقوم به الاحتلال من هدم وتشريد وطرد وتصفية الوجود والإبادات هي مخالفة للقانون الدولي ومخالفة لكل المعاهدات والمواثيق ومعاهدات جنيف. فالطرد القسري وهدم المنازل وتغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي أيضا هو مخالف للقانون الدولي. ولذلك هذا يعني الاحتلال أولا هو أصلا لا يهتم بالقانون الدولي، لأنه يعلم تماما أن القانون الدولي هو قانون، وما ينقص القانون الدولي، رغم أن القانون الدولي يمنع الترحيل والطرد والإبادة الجماعية وكل ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم ضد الفلسطينيين وتحديدا المقدسيين، حتى الاستيلاء على المنازل والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات، هذا مخالف للقانون الدولي. ولكن الاحتلال يعلم، ولذلك يستمر أولا أن القانون الدولي لا يوجد آلية لمعاقبة الاحتلال أو تنفيذ العقوبات التي تترتب على مخالفة القانون الدولي. ولذلك الاحتلال يعلم أنه قد أمن العقوبة من المجتمع الدولي ومن هذه المؤسسات ومن المحاكم الدولية، رغم أنه يعلم أنه مخالف للقانون الدولي. وجود الاحتلال هو مخالف للقانون الدولي، ولذلك يعني الاحتلال ماضي في كل جرائمه التي تخالف القانون الدولي، لأنه أمن العقوبة، ولأن المجتمع الغربي أيضا وهو الذي وضع هذا القانون الدولي لا يطبق القانون الدولي ولا على إسرائيل، ولا يلزم دولة الاحتلال أن تكون تحت القانون الدولي، فهو أعطاها المجال أن تكون فوق القانون الدولي وأن تتعدى على القانون الدولي، ويحاول في بعض الحالات يعني ربما تحسين ملامح أو يعني تبييض القانون الدولي بأن يفرض على شخص هنا أو شخص هناك في الاحتلال بأنه يعني ربما قد يحاكم في المحاكم الدولية بجرائم ضد الإنسانية، ولكن لا يطبق هذا القانون، لأن الغرب رغم أنه يعني هو الذي وضع هذه المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي ربما هو يساند الاحتلال، ولم نرى أن القانون الدولي قد عاقب الاحتلال، رغم أن هناك آلاف القضايا التي وثقت وتم يعني توثيق جرائم الاحتلال فيها ومخالفة الاحتلال للقانون الدولي، وأرسلت إلى كل المؤسسات والمحافل الدولية المعنية بالحفاظ على وتطبيق القانون الدولي، ولكن دون أي جدوى، ربما محكمة هنا أو أمر هناك، لكن دون أي تطبيق فعلي على أرض الواقع. لذلك كل ما يقوم به الاحتلال هو مخالف للقانون الدولي، من ترحيل، من تغيير الهوية، من العبث بالتاريخ، من محاولة تغيير المشهد أو الهوية، الطابع الديمغرافي والهوية الحقيقية لكل مدينة. ولذلك القدس رغم أنها تتعرض لكثير من محاولات التهويد ومخالفة القانون الدولي، وطبعا يعني حتى هناك الحفريات والأنفاق والآثار، رغم أن القدس حسب حتى منظمة اليونسكو لا يجوز وهي محمية حسب القانون الدولي، هذا الميراث الإنساني والإرث التاريخي الإنساني محمي بمعاهدات ومواثيق لكن الاحتلال فوق القانون الدولي، وهو أصلا يمنع دخول هذه المؤسسات الدولية واللجان المختصة بمعرفة ما يدور إلى داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل. لذلك هو يخالف القانون الدولي، ولا تستطيع هذه المؤسسات رغم العبث بالتاريخ والإرث التاريخي والحضاري والإنساني وكل ما يقوم به، ولكن لعدم وجود آلية وعدم وجود إمكانية من المجتمع الدولي ومن من وضعوا القانون الدولي والمحاكم الجنائية باتخاذ أي خطوات ضد إسرائيل. لذلك أمنت العقوبة وكأنه ضوء أخضر لها بأن تستمر في مخالفتها للقانون الدولي دون أي رادع. أظن أن يعني الاحتلال يعني ربما لا يهتم للمفاوضات والقانون الدولي والخوف من ذلك. الاحتلال يعني ما يردع الاحتلال هو الصمود والثبات والتحدي والوقوف في وجه الاحتلال، وخاصة أن الأمة هي صاحبة الحق في
المقدسات، في الحفاظ على القدس والإنسان، ولكن لعدم اتخاذ خطوات حقيقية. ربما يعني جمل لا تسمن ولا تغني من جوع، من استنكار هنا أو احتجاج هناك، أو بعض الأمور يعني التي لا تلزم ولا تضغط على الاحتلال، رغم أن الأمة يعني تستطيع. هناك الأمة العربية والإسلامية تمتلك كثير من أوراق الضغط الدبلوماسية والأخرى أيضا لإجبار الاحتلال ومن يدعم الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية، وعلى الأقل عدم تغيير طابع القدس الديمغرافي والجغرافي، وعدم العبث في مقدساتها وفي هويتها وفي تاريخها وفي آثارها. لكن يعني الأمة بحاجة إلى أولا أن تتوحد هذه الأمة على استراتيجية ومخطط للحفاظ على القدس والمقدسات، وأن تكون هناك يعني حقيقة نية حقيقية. للأسف ما زالت الأمة لا تمتلك النية الصادقة في الوقوف أمام الاحتلال وردعه عن ما يقوم به، ولذلك الإجراءات التي نراها على أرض الواقع دمرت كثير من الإرث التاريخي والحضاري في مدينة القدس. الحفريات الأنفاق قد تنهار معالم مهمة في مدينة القدس، الشوارع تغير أسمائها، بعض الأسماء العربية والإسلامية، الأسماء التي كان لها يعني بصمات في مدينة القدس من أيام العثمانيين وقبل ذلك من كل العهود والفترات الإسلامية التي سبقت أيضا الفترة العثمانية. لا رادع الاحتلال يقوم بالتهويد والأسرل وتغيير أسماء الشوارع والحارات، وحتى يقوم بهدم أو تغيير المعالم التي بناها يعني أسلافنا من العثمانيين ومن قبل ذلك وصولا إلى الفترات حتى المتقدمة في الفترة الإسلامية، وحتى قبل ذلك بالفترات التي سبقت هذه الفترات منذ الفترة الكنعانية والرومانية والبيزنطية وصولا إلى الحقب الإسلامية. يقوم بتدميرها وتجييرها لتحاكي روايات وتساعد الاحتلال على إثبات أحقية وتاريخ مزيف مزور له وروايات غير حقيقية، ولكن لعدم وجود خطط واستراتيجيات تضغط على الاحتلال. وأتحدث الآن عن الضغط على مستوى الحكام والمحكومين وغير موجود. لذلك الاحتلال انفرد في مدينة القدس وأمن العقوبة من المجتمع الدولي ومن القانون الدولي ومن الجميع، فلذلك أصبح يعمل على أن تكون القدس حسب مخطط هناك يسمى أورشليم حسب الوصف التوراتي، وهذا ما يريد الاحتلال. يريدها مدينة بلا سكان، مدينة بمعالم كما يريدها الاحتلال، لأنه يعيد صياغة تاريخ مزور مزيف لها تتلائم مع روايات الاحتلال، والقدس تضيع إذا بقيت كما هي الآن. نسأل الله أن تتغير الأحوال والظروف وأن تعود هذه المدينة كما كانت سابقا، مدينة عربية إسلامية. ما يدور في المسجد الأقصى منذ نهاية شهر شباط الماضي، حيث أغلق الاحتلال هذا المكان المقدس ومنع الوصول والعبادة في داخل هذا المكان، وهو المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. والاحتلال ادعى أن الأسباب أمنية، أي أنه حسب زعم الاحتلال خوفا على سلامة الجمهور والمتواجدين داخل المسجد الأقصى المبارك نتيجة الطوارئ ووضع الحرب وخوفا من سقوط شظايا أو صواريخ، فلذلك أغلق هذا المسجد ومنع الناس من الوصول. في ذاك اليوم الذي تم إغلاق المسجد الأقصى كان المسجد مليء، وكانت يعني كنا في شهر رمضان، فتم طرد السكان إلى الشارع بدون أي يعني ضمانات للأمان والحفاظ على الناس، وهو يزعم ضمان سلامة الجمهور. أيضا في تلك الأيام في محيط المسجد الأقصى المبارك وفي وضع طوارئ وحرب قامت سلطات الاحتلال وبلدية الاحتلال بهدم منازل وطرد عائلات، والاستيلاء أيضا على ممتلكات وطرد عائلات من القدس في العراء في الشارع، ومنهم كثير من هذه العائلات كانوا في أطفال وقاصرين.
فكيف يضمن سلامة الجمهور التي يزعمها وهو يقوم بطرد السكان من منازلهم، من مأواهم، من المكان الذي كان يجب أن يستتروا فيه حسب زعم الاحتلال من ما يعني يخشاها الاحتلال؟ إذا كان يخشى أيضا، يعني منذ متى كان الاحتلال يخشى سلامة الجمهور الفلسطيني وهو يقوم بكل ما يقوم به من جرائم؟ أيضا لا يوجد أي ملاجئ لا عامة ولا خاصة في محيط المسجد الأقصى للسكان. منازل بلدية الاحتلال وسلطات الاحتلال لا تسمح لا بالبناء ولا بإقامة ملاجئ للسكان ليحتموا في حالة الطوارئ. المكان الوحيد حسب كل المقاييس والمواصفات وحسب المقاييس العالمية هو المسجد الأقصى، حيث أن أسفل يعني المسجد الأقصى هناك المصلى المرواني، المسجد القبلي القديم أسفل المسجد الأقصى، الأروقة حسب كل المقاييس والمواصفات والمهنيين والمختصين في هذا المجال هي تعتبر أماكن آمنة تحمي من يتواجد فيها من شظايا أو صواريخ أو أي مقذوفات. وهذه الأماكن تتسع للآلاف، أي هي المكان الوحيد الآمن للفلسطينيين والمقدسيين تحديدا في حالة الطوارئ ليكونوا داخل هذه المواقع. أغلقها الاحتلال. إذن هو الإغلاق هو إغلاق سياسي، بل استغل الاحتلال ووظف حالة الطوارئ والحرب لخدمة مشاريع ومخططات وأطماع الاحتلال في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى يعني حيث أن الاحتلال منذ فترات طويلة سنين وهو يحاول تفريغ هذا المسجد وطرد، وخاصة قبل الحرب قام بإعطاء المئات من الفلسطينيين أوامر إبعاد ومنعهم من الوصول والعبادة والصلاة في المسجد الأقصى، إن كانوا من المصلين العاديين أو كانوا من الخطباء والأئمة والموظفين وحراس المسجد الأقصى. وطبعا يعني حتى ناس ليس لهم أي علاقة لا بالأمور السياسية ولا بأمور أخرى، بل مجرد أناس يأتون للعبادة في المسجد الأقصى. إذن هو يعمل على تفريغ المسجد الأقصى المبارك، وهذه فرصة انتهزها وجود حرب ليزعم ما يزعمه بأنه يجب إغلاق هذا المكان. لأن الاحتلال في هذه الفترة بعد الإغلاق أولا انتظر ردة فعل الشارع المقدسي والفلسطيني والعربي والإسلامي، وعندما لم يجد أي ردة فعل حقيقة، ودائما ما يقوم الاحتلال بكل مخططات ومشاريع ضد القدس والمسجد الأقصى تحديدا، ودائما ما ينتظر ويحسب حساب ردات الفعل، وبناء عليها إما أن يستمر وكأنه ضوء أخضر في فرض وقائع ومخططات على المسجد الأقصى وعلى القدس بشكل عام، أو يتوقف. ففي 2017 عندما أغلق المسجد الأقصى لعدة أيام وحاول فرض بوابات إلكترونية وكاميرات ومحاولات البدء بتهويد المسجد الأقصى، انتفض الشارع المقدسي والفلسطيني وتحديدا أهل القدس ومن كان معهم، وكانت هبة باب الأسباط هب بالآلاف على مدار الساعة يصلون في الشوارع. أغلقوا الشوارع في محيط البلد القديم والمسجد الأقصى، ووجد الاحتلال أن الأمر يتطور بشكل كبير وضد مصلحة الاحتلال، فانكفأ الاحتلال وألغى كل مخططات ومشاريع ما يسمى بجماعة الهيكل في تلك الفترة وشرطة الاحتلال، وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه، أي فتح الأبواب عنوة واستمرت الحياة. الآن بعدما يعني أقدم الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى ولم يجد أي ردة فعل، الآن استغل هذا الوضع فبدأ بداية بتنصيب نفسه، أي شرطة الاحتلال وجماعة الهيكل، مكان دائرة الأوقاف الإسلامية. أبطل وألغى كل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، استلم كل مفاتيح الأبواب على المسجد الأقصى، أغلق المسجد بشكل كامل، بدأ بالتخطيط لفرض وقائع تهويدية عليه، حتى من سمح لهم بالتواجد في داخل المسجد الأقصى من مؤذن وإمام وعدة موظفين لم يسمح لهم ولم تسمح لهم شرطة الاحتلال بممارسة صلاحياتهم وأعمالهم الطبيعية، بل قصرها على أمور معينة وأبعدهم عن كثير من النقاط. فانفرد الاحتلال وشرطة الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك، ولذلك هذا التخوف. الآن حتى لو يقوم الاحتلال بعد ذلك بفتح المسجد الأقصى فهو يشترط
وهناك نوايا لفتح المسجد الأقصى، ولكن هناك شروط إدخال فقط أعداد بسيطة قد لا يتجاوز 100 أو 150 مسلم في الوقت، يعني ومقابل ذلك إدخال 100 إلى 150 مقتحم من غلاة المتطرفين والمستوطنين. وهذا ما يريد الاحتلال، أي من خطوات التهويد في المسجد الأقصى المشاركة الكاملة بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى المبارك. إلى أن دخل 100 أو 150 من المسلمين للعبادة والصلاة في المسجد الأقصى، سيتم إدخال 100 أو 150 بالمقابل من المستوطنين. وهذا يعني أن الاحتلال أصبح يعتبر المسجد الأقصى ليس خالصا للمسلمين، بل أنه أولا المشاركة بين المسلمين واليهود، ثانيا البدء بتغيير الوضع القائم، فحيث أن الوضع القائم والاتفاقيات في المسجد الأقصى والوصاية الأردنية وكل ذلك ينص على أن هذا المكان هو مكان مقدس للمسلمين فقط. وطبعا الاحتلال الآن بعد أن استطاع إغلاق المسجد وعدم وجود ردات فعل لا محلية ولا يعني إقليمية ولا حتى دولية، بدأ يفرض أجندته على المسجد الأقصى المبارك. وهذا يعني يعيدنا إلى ما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث بدأ الاحتلال بالتدرج في المشاركة بين المسلمين واليهود في المسجد الإبراهيمي في الخليل، إلى أن وصل الحال أنه في أعياد اليهود يتم إغلاق المسجد بشكل كامل، يمنع الأذان وفقط يؤدي اليهود صلواتهم وعباداتهم وطقوسهم التلمودية داخل المسجد. وفي كثير من الأيام لا يسمح للمسلمين حتى بالتواجد بشتى الحجج، إن كانت أمنية أو لأسباب أعياد توراتية أو مناسبات، أو حتى لأمور أن هناك مجموعة تريد أن تصلي أو تقيم احتفالات وطقوس داخل المسجد، فيمنع المسلم من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي. وهذا ما يعني يحاول الاحتلال عمله داخل المسجد الأقصى المبارك. وطبعا في المسجد الأقصى يخطط لأكثر من ذلك، فهو يخطط أولا المشاركة الآن فيما بعد التقسيم المكاني، أي التقسيم المكان بين المسلمين واليهود. وهناك مخطط كان قبل عدة سنوات في الكنيسة، طرح من قبل أحد أعضاء الكنيسة من حزب الليكود تقسيم المسجد 70% من 144 ضمن في المسجد الأقصى، 70% لليهود و30% للمسلمين. وأظن أن يعني الآن ربما الاحتلال قد يفكر في أو بعد أن قام بهندسة العقول في المنطقة، وربما استطاع أن يسيطر على المسجد الأقصى بمدخل السلام والأمن، وبعد ذلك أحكم سيطرته على المسجد الأقصى. وهذا ينذر بأن المسجد الأقصى بعد الآن سيصبح تحت سيادة وإدارة وهيمنة وسلطة شرطة الاحتلال وجماعات الهيكل. وهذا ما كان ينادي به وزير الأمن القومي الإسرائيلي منذ فترات طويلة، حيث اقتحم المسجد حتى يومنا هذا أكثر من 15 مرة منذ توليه هذا المنصب كوزير. وكان دائما عند الاقتحام يقول: سنعيد هذا المكان وهو معبد لليهود وليس مسجد، وسنفرض السيادة الكاملة عليه لليهود. وأعتقد أنه يعني حتى مع اقتحامه الأخير والمسجد مغلق لا يسمح بالدخول، تم إدخال هذا الوزير، وهو الآن يخطط وينفذ كل مخططات جماعات الهيكل والمعبد داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذا خشية يعني، ولذلك نخشى أن التطورات نتيجة أصلا الاحتلال، هناك حفريات وأنفاق وكل ما يقوم به أسفل المسجد الأقصى وسحب الأتربة والصخور، حيث أصبحت حتى أساسات المسجد معلقة بالهواء، وكثير من المعالم في المسجد الأقصى قد تنهار في أي لحظة حتى بفعل اصطناعي قد يكون تقوم به سلطات الاحتلال، وبعد ذلك ينسب السبب إلى عوامل إما خارجية أو صواريخ أو شظايا. أظن أن المسجد الأقصى الآن ربما في حالة يعني خطرة جدا نتيجة عدم اتخاذ خطوات. دائما نحن في الأمة للأسف هناك ردات فعل، لا يوجد أي استراتيجيات ومخططات لإبقاء هذا المسجد وللحفاظ عليه، خاصة أن ما يعني يدبر للمسجد من قبل جماعات الهيكل والمعبد واليمين المتطرف الإسرائيلي
هو الانقضاض على هذا المسجد وتدميره بشكل كامل وإقامة الهيكل المزعوم، وخاصة في فترة غابت الأمة عن نصرة ودعم وإسناد المسجد الأقصى المبارك. ولذلك ربما تكون هذه الفترة ذهبية لهؤلاء، وخاصة مع وجود إدارة أمريكية يعني تتبنى أيديولوجية هذه الجماعات، جماعة الهيكل والصهيونية العالمية. وأظن أن يعني مع وجود دعم وإسناد من الإدارة الأمريكية ومن رئيس الولايات المتحدة ومن الصهيونية في الولايات المتحدة وأيضا المسيحية الصهيونية، أظن أن الأمر إذا لم يجد هناك من يوقف هذا الاحتلال قد نصحو يوم على عدم وجود، يعني يوم وقد أزيل المسجد الأقصى وأقيم الهيكل المزعوم، خاصة أن هناك كثير من الإرهاصات والترتيبات لهذا العمل من قبل سلطات الاحتلال.